اهلا بيكم. قبل كده طرحنا عليكم اللي هو الحساب بتاع بنك مصر اللي هو سوبر كاش اليومي. وده انا قلت بصراحة ان ده كويس جدا، خصوصا انه بيديك كل يوم. يعني انت لو اقل حاجة بتحطها 50,000، تقريبا 50,000 بيديك كل يوم 25 جنيه. فده يومي وانا شايفه ده حاجة كويسة جدا. ففي ناس اتكلمت ان في حساب تاني ب 30%. احنا مش بنتكلم على شهادة، احنا بنتكلم على حساب توفير. وناس كتيرة جدا بتروح لحسابات التوفير مش للشهايد. ليه؟ على اساس ان هم قبل كده اتضربوا في الشهايد، وان الشهاده 6 شهور وعشان تكسرها وهتكسرها بتتخصم من العائد، فلازم تستنى سنه. في ناس كتيره جدا بتفضل حساب التوفير على اساس انه في اي وقت يقدر يسحب فلوسه، يقدر يبقى عنده مرونه اكتر وتجاوب اكتر مع اي تغيرات تحصل في المستقبل. طبعا افضل حساب توفير موجود على الاطلاق هو حساب البنك العربي الافريقي. دولت موفرين من زمان مش من دلوقتي، من زمان بيوفروا حساب توفير الافضل. طبعا هم موفرين افضل عائد على حساب التوفير ده. بقالهم اكتر من سنه هم موفرين افضل عائد. طلعوا حساب ب 30%، و30% ده رقم كبير جدا على فكره. 30% رقم كبير جدا، ومش بس 30%، لا، 30% وحساب توفير. عارف يعني إيه حساب توفير؟ يعني في اي وقت من الاوقات تقدر تسحبه. ايه الحساب اللي طلع؟ وهو حساب اي جولدن سيفنج. ده حساب لسه طرحه البنك العربي الافريقي ب 30%. هي المشكله في الموضوع ده الحد الادنى لفتح الحساب. الحد الادنى لفتح الحساب هو 500 الف جنيه، وده رقم كبير شويه. كتير شويه يعني، لحد ما رقم كبير. الحساب ده هيبتدي ان شاء الله باذن الله تعالى تقريبا من اول شهر، الشهر الجاي. تمام. والحساب دوت متاح على التطبيق بتاعهم. تمام. متاح على التطبيق بتاع البنك العربي الافريقي. هيبتدي اول ابريل. فده بالنسبه لنا اي حد معاه 500 الف جنيه ما يفضل، من وجهة نظري ده افضل حاجة موجودة دلوقتي، ده الافضل على الاطلاق. معاك 500 الف، من وجهة نظري ما تحطش في شهايد، حط في البنك العربي الافريقي حساب توفير وبفايدة 30%. اي تغير يحصل واي حاجة ممكن تحصل هيبقى عندك مرونة اكتر في التعامل مع الموضوع. 30% فايدة في حساب توفير دي حاجة كبيرة جدا، واظن من وجهة نظري مفيش غير البنك بس اللي عامل الموضوع ده. فاي حد حابب يحط فلوسه في البنك اعتقد ان ده افضل حاجه موجوده، وده افضل حاجه لو معاك فوق 500 الف جنيه.